عاملين ايه يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهارده نعمله مع بعض مبكبكه. نجيب حله الضغط بتاعتي، ننزل بالبصلايه، ننزل بالبهارات بتاعتنا، ملح، فلفل اسود، ورق لورا، حبهان، مستكه، جوز الطيب لو بتحبي تحطيها. انزلي البهارات اللي انت بتحبي تحطيها في الشوربه بتاعتك. طبعا عادي تقدري تسلقي اللحمه بتاعتك في حله عاديه خالص، مش لازم حله الضغط، بس انا عشان كنت عايزه انجز وقت. وبعد ما انزل بالبهارات بتاعتي هنزل بقى بقطع اللحمه بتاعتي. وبعد ما انزل بقطع اللحمه بتاعتي هقفل بقى هقفل حله الضغط بتاعتي واسيب اللحمه بتاعتي تستوي. بعد كده معايا بوله ومعايا طبق فيه حوالي من نص كيلو لكيلو الا ربع طماطم. هقطعها وهمسك الطماطم دي كلها هبشرها في البوله. وبعد ما الطماطم هجيب قرن فلفل حامي هقسمه نصين، وانزل بعد كده الملح وجوز الطيب، ابشر حبه جوز الطيب عليها لو حابه تحطيها، لو مش حابه تحطيها تقدري تشيلها من الاكل. وانزل بحبه فلفل اسود معلقه صغيره، وانزل برضو بمعلقه صغيره شطه، او ممكن تحطيها رشه شطه لو مش بتحبي الحاجه سبايسي قوي. وهنزل هنا بكيس صغير طماطم من اللي انا مصلصاها في البيت، يعني هنزل بكيس صلصه انا عاملاه في البيت، طماطم مصلصاها في البيت هنزل بيها على المقدار بتاعي. هنا بقى خلاص الحله بتاعتي خلصت، افتحها بقى عشان اطلع الدخان اللي فيها. هنا كده خلاص اللحمه بتاعتي اتسلقت، طلعت الدخان بتاع الحله. اصفي هنا بقى الشوربه بتاعتي في الحله. وبعد كده هنزل بقى بالميكس اللي انا كنت عاملاه دوت على الشوربه. يعني انا كده جبت حله فاضيه نزلت عليها بالشوربه بتاعتي، وهنزل في الشوربه بالميكس اللي انا كنت عاملاه في البوله. وبعد كده هجيب كيس المكرونه بتاعي وهنزل بالمكرونه نيه مش مسلوقه على الشوربه والميكس اللي كان في البوله. هنا الشوربه كتيره عشان لسه المكرونه نازله نيه، فالمكرونه لسه هتستوي. هسيب بقى المكرونه بتاعتي تشرب من الشوربه وتستوي فيها، وانا كل ده لسه ما نزلتش عليهم بقطع اللحمه. هنا بقى لقيت المكرونه بتاعتي خلاص استوت، انزل بقى هنا بقطع اللحمه واديهم تقليبه مع بعض وياخدوا غلوه صغيره مع بعض. وبعد كده هنقل الحله بتاعتي في صينيه هدخلها لسه الفرن. بس انا هنا بعد ما غرفت لقيت ان الصينيه الاولى طالعه مقاسها صغير على الحله، فغيرت الصينيه في طبق تاني. انا كان عندي طبق التقديم بتاعي، الطبق ده النوع بتاعه بيدخل الفرن، وانا هنا لقيت المكرونه فاتحه، رحت جايبه كيس صلصه من الفريزر، كيتو على النار، وقمت نازله عليه وقمت نازله بيه على المكرونه بتاعتي وقلبتها، وقمت مدخله طبق التقديم بتاعي اللي فيه المبكبكه في الفرن. بالظبط بتاخد 5 دقايق، وبعد كده بتطلع من الفرن على التقديم على طول. وبألف صحه وهنا. كده الفيديو بتاعنا بيكون خلص. اشوفكم في فيديو جديد يا حلوين. متنسوش اللايك والشير، ودعولي من قلبكم بالخير. سلام.